واخيرا بوريكم فيديو الطفل اليمني اللي صور اهل بيته وفضحهم. بس قبل ما اوريكم لازم تعرفوا ايش القصه بالضبط يا جماعه. هذا الطفل يمني عمره اقل من 8 سنوات، صور اهل بيته وهم في ملابس المنزل. تعرف الواحد في المنزل شباب او بنات ياخذوا راحتهم في اللبس في البيت، صورهم بعدين نشروا على الاصفر وملايين الناس شافوه. والان الناس تطلب مني اوريهم الفيديو. لما اوريكم اتمنى كل يعمل في اللايك. وانا شخصيا اقسم بالله اعرف اهل اليمن من انظف واشرف واكرم الناس في العالم. اتمنى اذا انت يمني تكبس على صورة 3 مرات وتدخل بث وتحط علم اليمن عندي في البث، اتشرف واكون سعيد جدا. وانا سويت هذا الفيديو اقسم بالله عشان اقول للناس اللي تطلب الفيديو وتنشره اتقوا الله. اتقوا الله يا جماعه، عيب وحرام والله العظيم. تخيل واحد ينشر شرفك وعرضك بكل مكان. انتبهوا انتبهوا واتقوا الله. وهذه كثير عقوبات للناس اللي تنشر هذه الامور. اتقوا الله، لانك لما تستر اخيك المسلم او اختك المسلمه بيوم من الايام تحتاج انه الله يستر عليك. فانتبهوا. سويت هذا الفيديو اقسم بالله عشان انبه هذه الناس. اتقوا الله. واللي يكتب اللي يبي الفيديو يكلمني اتقوا الله يا حبايبي، حرام هذا الشيء. وادخل بثي اهل اليمن على التعليقات علم اليمن، وادخل بثي حط علم اليمن عندي في التعليقات. واتقوا الله وانشروا هذا الفيديو كل مكان، خلي الناس تعرف عقوبة نشر الفضائح في الاسلام.